انا بيكسل وده عالم الهاردكور بتاعي. في الفيديو ده هنشارك معاكم عالم الهاردكور بتاعي من حيث بناء او تحديات. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان نوصل 1000 سبسكرايب في اقرب وقت. وبس كده يلا نبدأ. بيكسل هاردكور. بس كده نخليها هاردكور ونبدأ العالم بتاعنا. باين كده بداية الريسبون زي الزفت زي ما انتوا شايفين، اوحش بداية في ماينكرافت هاردكور. الريسبون مش حلو خالص، بس يلا هنشوف هنعمل ايه. بعد ما اتمشيت شوية وفتحت الماب زي ما انتوا شايفين في قرية هناك، فقررت ان انا اروح لها وارجع لكم. ماشي يا شباب، بعد ما وصلنا القرية زي ما انتوا شايفين اول بيت مفهوش حاجة، وده اللوت بتاع القرية. البيت ده ان شاء الله املي فيه برضو مفهوش حاجة. زي ما انتوا شايفين طلعنا من القرية دي بالموارد دي. صراحة القرية فاضية خالص وملقناش فيها اي حاجة مفيدة. ماشي، هنا هرتب الموارد اللي معايا. نجمع لنا كده شوية خشب، ونعمل كرافتنج تيبل، ونعمل أساسيات ماينكرافت أكس وبيكاكس. ونروح نجمع طوب عشان نعمل الموارد بتاعتنا من الحجر. وبرضه نعمل أكس وبيكاكس تاني. ناخد الكرافتنج تيبل، واخد لي شمعة من هنا وانزل اشوف الكهف ده ممكن الاقي فيه حاجة مفيدة او تنفعنا. في كوبر وكول هنا هاخدهم هيفيدوني، ممكن ابقى اعمل دروع منهم. بس خرجت من الكهف ما لقيتش في حاجة مفيدة فقررت ان اطلع. قلت اجمع خشب تاني، وبس جمعت شوية خشب حلوين نرجع للقرية تاني ونجمع برضو شوية أكل. بس هنا بعد ما جمعت أكل نعمل عيش بيه وخلاص. قررت إن أنا أجمع شوية طوب كمان عشان أعمل فرن، وأعمل الكوبر عشان أعمل منه دروع وموارد. بس هقرر إن أنا أسكن في البيت ده مؤقتا أول يوم بس يعدي، وعشان أحط فيه الموارد بتاعتي. بس هنا عملنا الأفران، عملت فرنين عشان أعمل فيها الكوبر. وبس هعمل شيست أحط فيه باقي الحاجة بتاعتي. وزي ما انتوا شايفين ده أول يوم في ماينكرافت تقريبا راح كله على تجميع الموارد والخشب، فهنضطر ننام عشان نطلع الصبح ونشوف تاني يوم هيحصل فيه ايه. تاني يوم جه هو يا شباب، تقريبا الكوبر هيكون اتعمل. هنعمل بقى الدروع دلوقتي. عملنا الدروع ونروح نعمل برضو البيكاكس والأكس والسيف. وزي ما انتوا شايفين عملنا دروع كاملة من الكوبر. وبعدين قررت اطلع ادور على ايرون واحدة على الاقل عشان اجيب شيلد. بس زي ما انتوا شايفين مفيش اي كهف قريب مني، فاروح على اقرب كهف وارجع لكم تاني. ماشي يا شباب، هنا لقينا كهف نخش نشوف جوه في ايه، ممكن نلاقي ايرون او كده. اه باين الكهف ده مية، فلا قررت ان اطلع منه ملقتش فيه اي حاجة، فقلت ان انا اطلع احسن. ودخلت هنا على الكهف اللي جنبه، قلت برضو ممكن الاقي حاجة فيه. هنا لقينا ايرون يا جدعان، فقررت ان انا انزل اخده.
يربي 3 حبات على الأقل. زي ما انتوا شايفين حبتين بس. وهنا برضو لقيت حبة كمان، وفضلت أجمع شوية كول عشان لما أروح أعمله. وبس كده طلعنا من الكهف. هنا قررت أرجع البيت وأرجع الحاجة اللي أنا جبتها، وحطيت الأيرون يتعمل زي ما انتوا شايفين. وأخيرا هنروح نعمل بيه الشيلد. طبعا الشيلد ده يحميني من الكريبر أو أي حاجة من المونسترز. وبكده برضو اليوم التاني خلص برضه على تجميع الموارد والأيرون وكده. وعملنا دروع كاملة من الكوبر. وبس كده يا شباب، دي نهاية الحلقة. لو عايزين الجزء التاني منه إن شاء الله هينزل قريب. متنساش اللايك والسبسكرايب عشان نوصل 1000 سبسكرايب في أقرب وقت. وبس كده، سلام.